كان عمري صغير وكنت كنظن ساكن في دار عادية. ما كنتش عارف باللي كنا عايشين فوق سر مدفون حرفيا. في الليل كنا كنسمعوا باب كيتحل بوحدو، والدار كانت كتعيط علينا باسم قديم، باب المسبح. هاد القصة حقيقية وقعت لي وانا طفل، وحتى دابا ملي كنعاودها ليكم كنحس براسي ماشي بوحدي. قدمت القصة ديالنا ملي كنت صغير. كانت عائلتي عائلة عادية، تحاولنا لواحد الدار كريناه من عند شي ناس، ولكن قبل ما نسكنوا فيها مول الدار قال لوالديا واحد الحاجة اللي خلاتهم ما مرتاحينش. كان واحد البيسين كاين في الحديقة اللورانية ديال الدار. هادي سنين طويلة غرقات فيها واحد البنت صغيرة اللي هي بنت موالين الدار. الدار كانت عزيزة عليهم بزاف، وكانوا دايرين شرط واضح انه خاصنا ما نبدلو فيها حتى شي حاجة، حيت عندها قيمة عاطفية كبيرة عندهم. هذاك البيسين متحيدش، غير دفنو، دارو السيما، وكانت السيما باقا باينة. وحتى داك الكازو اللي دارو من الفوق كان كيبان فيه الشكل ديال البيسين، حيت ما كانش كينبت مزيان. في داك الوقت انا وخوتي كنا صغار، ما كناش فاهمين هاد الامور، والدينا ما قالوا لينا والو. حنا اصلا ما كناش كنطرحوا اسئله، ولكن مع ذلك كانت كتوقع شي حوايج غريبه في الدار، كنلاحظوها ولكن ما كنشكوش فيها حتى داز الوقت. ديك الدار كان عندها نظام انذار في الدار كامله. ملي كيتحل شي باب كيتعلن بصوت عالي، ماشي غير بيب عاديه، لا، كان كيدير بيب باب الكراج، بيب باب الرئيسي، بيب باب اللي كيدي الباب اللوراني اللي كان كيوصل لداك البيسين، باقي مسمي في النظام باب المسبح. في الليل ملي كنكونوا كلنا ناعسين فجأة كيطلع داك الصوت، بيب باب المسبح، بيب باب المسبح، بصوت مجهد وعالي بزاف. هادوك الغرف ديالنا كاملين كانوا قراب لبعضياتهم، واي واحد فينا فاق كيمشي كيسمع، ولكن ما حتى واحد فينا ما كان كيتحرك. والديا كانوا كينوضوا يشوفوا، وكيكون الباب اللوراني محلول فعلا، ماشي مرة ماشي جوج، وقعت بزاف ديال المرات ودائما في الليل. وحتى باب الكراج كان كيوقع نفس الشيء، نظام كيعلن ولكن راه حتى واحد مقرب حداه. حاجه اخرى اللي عمرها ما تنسات ليا هي داك الكراج. كل مره كانت ماما كتقول لي خرج الزبل، اول ما ندخل كيجيني احساس قوي بزاف، بحال شي واحد كيتفرج فيا. ما كانش خوف من الظلام ولا خيال، كان احساس محدد، بحال شي حاجه كاينه كتحطيني في الليل في الظلام. حتى دابا كنحس بيه داك الاحساس في الذاكره ديالي. واحد الليله من الليالي ماما كانت فايقه في الصالون وحنا كاملين ناعسين، شافت واحد الظل كيدوز في الكولوار ديال الدار وكيمشي جهه الغرف ديالنا، كيسحب له واحد من الدراري خوتي ولا انا. ناضت باش تشدو، دازت محد الغرفه ديالي، شافت الظل تخليها والباب فعلا كان محلول. دخلت شعلت الضوء، بحكم انها عرفت مباشرة انني ما كنمثلش، كنت ناعس بصدق. قلبت في الماريو تحت السرير وما لقات حتى شي واحد. مشات الغرفة ديال خوتي البنات، الباب كان مسدود وهما بجوج ناعسين. من بعد فهمنا ان ديك الغرفة ديالهم غالبا هي نفس الغرفة اللي كانت ساكنة فيها بنت مول الدار. متأكدناش، ولكن كان غير احساس. في الليل كانوا كيسمعوا الطراقي خفاف في الحيط، بحال شي حد كيدق. ما كانش منتظم وما كانش قوي، ولكن كان واضح ومقصود، ماشي ديال البيبان وماشي ديال الريح، كان دقان. واحد الليله بداو كيغوتوا كيعيطوا لوالديها، كاين شي واحد كيدق علينا، حنا متاكدين كاين شي واحد كيدق علينا.
الغوت ديالهم فيقني، ومشيت لحدا الغرفة ديالهم وشفت والديا جايين كيجريو. قالوا بأنهم حتى هما سمعوهم كيغوتوا. بابا كان ديما كيقول لنا راه غير الريح ولا شي حاجه ديال الشجر كتسمع بحال هكاك. حيت كنا صغار صدقناه. من بعد سنين ملي هضرنا على داكشي اعترف لينا وقال غير قالها باش ما نخافوش، حيت حتى هما ما كان عندهم حتى شي تفسير. من بعد واحد المده جا خويا الكبير يسكن معانا. كان ساكن في غرفه بعيده على باقي الغرف حتى الصالون اللي كانت هي في الاصل مكتب. هذيك الغرفه فيها نوافذ كبار كيشوفوا مباشره للحديقه بالضبط ناحيه داك البيسين. ملاحظه حتى هو ما كان عارف والو وما عاودوا ليه والو والديه على تاريخ ديك الدار. واحد الليله كنا كاملين في الصالون كنتفرجوا في التلفازه. خويا كان في الغرفه ديالو، فجاه خرج كيجري من الغرفه ووجهه شاحب ومخلوع، وقال ماما كاين شي واحد في الحديقه. بابا خرج يقلب ما لقى والو. خويا قال دايما كان حاس براسو مراقب في ديك الغرفه، نفس الاحساس اللي حسيت بيه في انا في الكراج. الجسم كيترجف والمعده كتهبط، الشعر ديال راسك كيوقف. ماما اللي كانت اصلا خايفه من التجارب ديالها وداكشي اللي هي كانت كتشوف وكتحس به، عيطات لموالين الدار وحكات ليهم كل شيء. سولاتهم واش حتى هما وقعت ليهم شي حوايج ولا هادشي كيوقع لينا غير حنا بوحدنا. والصدمه هو من بعد ديك المكالمه بوقت قصير قرروا انهم ما يشدوش لينا عقد الكراء وقالوا غادي يرجعوا يسكنوا في الدار. وحنا طلبوا منا الا نقدروا نخرجوا قبل من الوقت، ما تعجبوش ما تناقشوش وما تسولوش. والديا ظنوا ديما ان فقدان ديك البنت بدلهم بزاف. خرجنا من ديك الدار شويه من بعد سنين وسنين. ملي كبرنا كنا كنتناقشوا واحد النهار واش كنآمنوا بالاشباح ولا لا. في داك الوقت والدينا حكاو لنا شويه من داكشي اللي شافوا وسمعوا حتى هما، اللي خلى الامر مخيف وصادم. هو ان القصص ديالنا كاملين كانت كتطابق، احساس، لحظات، تفاصيل، بلا ما نكونوا عارفين الحقيقه من قبل. حتى دابا وانا كنعاود لكم هاد القصه كيجيني نفس الاحساس. هذيك القشعريره والكتابه ديالها رجعت لي نفس الاحساس ديال الكراج، احساس اللي كان كيخلي الدار تبان عمرها ما كانت خاويه فعلا. انا سكريت ستوريز بالعربي، وهنا كتسالي قصه اليوم. ولكن في هاد القناه الحقيقه ما كتكونش ديما بحال كيما كتبان. نشوفكم في قصه جديده ان شاء الله.